السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معلوم إخوة الإسلام أن هذه الفرقة الضالة، فرقة الشيعة الرافضة، لها في التاريخ جرائم، ولو أردت أن تبحث عن حسنات لهم فلا تجد. يعني إذا قلنا ماذا قدموا للإسلام، هل كانت لهم يد في مثل الفتوحات الإسلامية؟ لا تجد. وتجدهم دائما كل همهم معاداة أهل السنة، فهم لا يعادون اليهود ولا النصارى، بل إنهم يتعاونون معهم في معاداة أهل السنة. ومعلوم طبعا نظرتهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون تحريف القرآن. ولعلكم طبعا سمعتم في الأيام السابقة للمشايخ الأفاضل ما يتعلق بهذه المواضيع، ولكننا سنخص كلامنا في بعض الجرائم التي فعلوها عبر التاريخ. فمن هذه الجرائم التي قام بها الشيعة الجريمة المشهورة، وهي خيانة ابن العلقمي. ابن العلقمي هذا وهو محمد ابن المطلب المشهور بابن العلقمي، كان وزيرا للخليفة العباسي، والخلفاء العباسيين من أهل السنة. ولكن الخليفة العباسي يعني من باب التقريب زي ما بيقولوا جعل هذا الرجل وزيرا له وأحسن إليه وجعله وزيرا نحو 20 سنة. ولكن هذا الرجل الخائن أخذ يراسل التتار، هولاكو رئيس التتار، ويحسن له الاستيلاء على مدينة بغداد. ومدينة بغداد إذاك هي عاصمة الخلافة، دار الخلافة، وكان يقال لها دار السلام، وكانت محط نظر العلماء. يعني هي المدينة اللي العلماء كلهم لازم يروحوا بغداد لكثرة العلم هناك وكثرة العلماء والوجود دار الخلافة هناك. فهولاكو كان يخاف يقرب من مدينة بغداد لسببين. السبب الأول لشدة حصانة هذه المدينة، لأن طبعا دار الخلافة فالجنود اللي فيها كتير، كان ما يقرب من 100,000 فارس من خيرة الفرسان يحمون مدينة بغداد. الأمر الثاني اللي كان يخوفه أن يغير على مدينة بغداد هو يعني أمر نفسي عنده بسبب المنجمين اللي حواليه. فالمنجمين اللي معاه كانوا يخوفوه أنه هو يقرب من مدينة بغداد، لأنه إذا ذهب هناك سيهزم. فكانت عنده حالة نفسية زائد ما كان يعلمه من قوة
الجنود في هذه المدينة، إلا أن هذا الخبيث الوزير ابن العلقمي أخذ يراسله سرا من وراء الخليفة ويحسن له إن هو يحتل مدينة بغداد. وهولاكو طبعا كان خايف، وكان أكتر حاجة مخوفاه كثرة الجنود. فهذا الرجل أراد أن يعني يمهد الطريق لكي يتمكن التتار من احتلال مدينة الخلافة. فماذا فعل؟ أخذ يعني يلح على الخليفة إنه هو يقلل من عدد الجنود. ويعني الجنود يعني في مصاريف كتير بتصرف عليهم، وهذا عبء على خزانة الدولة. ومدينة بغداد مدينة آمنة لأن مناطق القتال بعيدة عنها وهي دار الخلافة، يعني ما فيش داعي يبقى عندنا جنود كتير، نقلل. والخليفة العباسي لحسن نيته أو لضعف عنده ترك الأمر له، قال له خلاص أنت يتصرف. فأخذ يقلل من عدد الجنود حتى جعلهم 10,000. وطبعا اللي صرحهم كانوا خيرة الجنود، يعني يشوف اللي هو يعني له مهارة أقوى قتالية، ده اللي يصرحه يمشيه. ولم يترك في المدينة إلا نحو 10. تصور بقى من 100,000 ل 10,000. هي نفس الخيانة اللي حصلت في العراق أثناء الغزو الأمريكي للعراق. هذا الذي يعني كنا الناس متوقعين بقى، يعني لأن هم أثناء الطريق خسروا خسائر كثيرة. لما وصلوا بغداد الناس كانوا متوقعين خلاص أن أمريكا يعني ستأخذ حتفها على أبواب بغداد. لكن طبعا عارفين طبعا أن هم القيادة الشيعية الموجودة هناك ادت أوامرها للجنود أن يسلموا سلاحهم وأن يتركوا المدينة. فدخل الجنود الأمريكان بلا قتال. نفس الكلام حصل هناك، ضعف القوة القتالية اللي هناك، وبالتالي جاء هولاكو بجيوش جرارة، جيب جيش نحو 200,000. ففين 10,000 يقفوا أمام 200,000؟ واستطاع أن هو يحتل مدينة بغداد. ماذا حدث في هذا البتاع؟ طبعا لما جاءوا على حصلت مناوشات قتالية. طبعا المسلمين كانوا بيهزموا لقلة عددهم ولضعف الإمكانيات. فهذا الخبيث ذهب إلى الخليفة وقال له إن رئيس أو قائد التتار يريد عمل مصالحة، يبقى مصالحة، فأنت تصانعهم بهذه، يعني يصانعهم بالمصالحة. فذهب ليتفاوض، وهو مش راح يتفاوض، راح يستوثق لنفسه. يعني راح لهولاكو على انه مبعوث من الخليفة علشان يبقى فيه تفاوض سياسي. لكن هو في الحقيقة قعد مع هولاكو علشان يقول له يعني لما تمسك المدينة يبقى انا الوزير بتاعك ونحو ذلك. وطبعا هولاكو اداله الوعود ديت. هنشوف عمل فيه ايه بعد كده. لكنه عمل حيلة علشان يتمكن هولاكو من قتل الخليفة. فإنه تصانع بأن هولاكو يريد أن يزوج ابنته لابن الخليفة، ويبقى في مصالحة بينهم، وفي التالي أنه هيرجع ويسيب الخلافة، مش هيخش مدينة بغداد، وأن يحضروا الحفل بأن ابن الخليفة يتزوج بنت القائد بتاع التتار، وإنك تخرج إليهم ونحضر الحفل هناك. فخرج الخليفة معه وجهاء القوم، يعني ابن الخليفة هيتجوز، أخذ معه العلماء والأمراء والقادة والساسة، وعملوا لهم خيانة كبيرة. ولكن كانت الخيانة إن هم اعتدوا عليهم وقتلوهم جميعا. حتى إن هولاكو كان خايف يقتل الخليفة، لأن الناس قالوا له اوعى أحسن ده من آل البيت، وإنك أنت لو قتلته الدنيا تظلم والسماء تمطر دم. والراجل يعني حصل له شيء من الخوف، يعني ممكن تكون خرافات، لكن هو ده اللي حصل. فأخذ نصير الدين الطوسي، وهو ده اللي كان مع
ابن العلقمي أخذ يحسن له قتله، قال له طب ما في غيره مات وما حصلش، ما فيش دم نزل، وأنا نظرت في النجوم وشفت إن ما فيش حاجة، وعلى كل حال اقتله. شوف الفتوى بتاعته، قال اقتله دون أن تريق دمه، اقتله دون أن تريق دمه. ازاي؟ شوف الأفكار الشيطانية. قال خلاص نحطه في كساء ونقتله فرصا بالأقدام، فقتلوا خليفة المسلمين بأقدامهم حتى مات، وقتلوا طبعا كل من معه، ثم أغاروا على مدينة بغداد وفعلوا فيها الأفاعيل. كل المؤرخين ان نهر دجلة صبغ مرتين، صبغ مرة باللون الأحمر ومرة باللون الأزرق. اللون الأحمر لما دخلوا يقتلوا المسلمين قاتلوا فيه نحو 1,800,000 من المسلمين، وفيهم خيار عباد الله، لأن لو قلنا دار الخلافة فيها العلماء، قتلوا فيها العلماء والوجهاء واستبيحت فيها الدماء، وكان الناس مش لاقيين مأوى، الناس مش لاقيين مأوى، يعني ما كان ينجو منهم إلا من ذهب إلى هولاكو وقعد عنده أو عند ابن العلقمي، أو بعض الناس هربت في المقابر، يعني دخلوا جوه القبور وناموا فيها شهور، حتى يقول بعض المؤرخين أنهم خرجوا وقد استنكروا هيئاتهم لما يعني أذيع الأمان بعد ذلك، إن خلاص بقى اللي ما ماتش أو أنسبه، فلا خرج هؤلاء الناس، حتى إن الرجل كان لا يعرف ابنه لتغير صورهم وهيئاتهم وشدة الدماء التي حدثت في هذا اليوم، واستبيحت الدماء، ونهر دجلة صبغ باللون الأحمر من كثرة الدماء التي يعني أذيعت أو كانت في هذا المقتلة العظيمة. ثم بعد ذلك استولوا على خزائن الكتب. كانت مدينة بغداد مدينة العلم، أخذوا تراث المسلمين وألقوه في نهر دجلة، ودي الصبغة الثانية، إنه صبغ بالحبر الذي قتلت بها الكتب، وردم دجلة حتى إن الخيول مشيت فوق النهر من كثرة ما فعل هؤلاء الأفاكين من هذه الخيانة العظيمة. ومع ذلك يعني هذا الرجل الخائن في التاريخ المفروض ان احنا يعني نعترف بخيانته، لكن نشوف ماذا يقول الخميني على هذه الخيانة العظيمة. يقول يترضى على ابن يقطين، هنقول ابن يقطين ده ماذا فعل، والطوسي والعلقمي، يعني الإمام الخميني بتاعهم هذا يترضى على هؤلاء الثلاثة، اللي هو ابن يقطين والعلقمي اللي هو راس الهولاكو، والطوسي اللي هو أفتاله بأن يقتل الخليفة، يتردى عليهم لأنهم قاموا من أعظم الخدمات الجليلة لدى الإسلام. فهو يعتبر ان دي اعمال جليلة، ويقول ان يعني ان الشيعة او ان الناس اصيبوا يعني بحزن شديد بسبب قتل هؤلاء الذين قاموا بخدمات جليلة. اما ابن يقطين هذا اللي ذكره الخميني في كلامه، ف كان وزير الرشيد اجتمع في محبسه جماعة من المخالفين، يعني حبس من أهل السنة مخالفين له، فحبس نحو 500 من أهل السنة، ثم أمر غلمانه بأن هدموا عليهم السجن فماتوا جميعا. ده الخميني بيعتبره ان دوت من الناس الصالحين. بيقول يقولون كذبا وزورا ان ابن يقطين هذا، وهذا كلام موجود في كتاب الأنوار النعمانية، بيقولوا ان ابن يقطين بعد ما قتل 500 أرسل إلى الإمام الكاظم، وهو من أحد أئمة الشيعة، لكن طبعا هو ليس على منهجهم، فدول يعني ناس صالحين، فيقولون عنه كذبا وزورا،
لأن طبعا هم يكذبوا في التاريخ ويزوروا في التاريخ. هنشوف ماذا يقولون عن أبي بكر وعمر وعثمان. فكتب إليه وبيقول له أنا عملت كده، يعني إيه تبعات الدم اللي أنا عملته؟ أنا قتلت 500 واحد من أهل السنة. فكان الجواب: لو كنت تقدمت إلي بقتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم. لو كنت قلت لي، لأنه الإمام يعني، كنت قلت لي قبل ما تقتلهم هقتلهم، كانش يبقى عليك حاجة. وحيث إنك لم تتقدم إلي، يعني أنت قتلتهم من غير ما تقول لي، مش هي دي المشكلة. المشكلة أنك أنت ما قلتليش، لكن مش المشكلة أنه قتلهم. قال: فكفر عن كل واحد بتيس، والتيس خير منه. يعني كمان إيه؟ يعتبر التيس خير من إيه؟ من أهل السنة. هذا يعني هذه حادثة في التاريخ حدثت مع أكبر خيانة حدثت في التاريخ، خيانة ابن العلقمي. أيضا في سنة 317 في فرقة من فرق الشيعة وهي القرامطة، يعني كان حكمهم رجل يقال له أبو الطاهر سليمان ابن حسن الجبائي. وهذا الرجل يعني كون عصابة كبيرة، واستطاع أنه هو يغزو كثير من بلاد أهل السنة ويستولي عليها، وكان يقطع الطريق على الحجاج. ففي سنة 312 قطع الحجيج على الحجاج طريق عليهم، وأخذ منهم أموالهم وأمتعتهم وأبناءهم ونساءهم، وتركهم في الصحراء وهم بعيد عن ديارهم، حتى كانوا يموتون جوعا. ولم ينتهي الأمر على ذلك، بل إنهم في سنة 317 وبينما الحجيج يطوفون حول البيت في يوم 8 ذي الحجة يوم التروية، هجم عليهم هذا الخبيث بجنوده، وأخذ يقتل الحجيج في زقاق مكة وفي داخل الحرم، حتى إن بعض الناس تعلق بأستار الكعبة ولم يمنعه ذلك، بل قتله متعلق بأستار الكعبة. ووقف على باب الكعبة وأخذ يقول: أنا لله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وكان يقول: أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل. وهذا كله طبعا استهزاء بكتاب الله عز وجل. وطبعا هو كان رجل لا يصلي، وهذه طبيعتهم، يعني كان رجل لا يصلي ولا يعرف شيئا عن دين الإسلام، ولكن يعني وجد في هذه الفرقة كما وجد اليهود طريق ان هم استولوا فيه على كثير من ديار المسلمين. فكان هذا الرجل يقتل المسلمين داخل الكعبة، ودفنهم في بئر زمزم، واقتلع الحجر الأسود إلى بلاد هجر، وظل عندهم 22 سنة. ويوميها لما خد، طبعا هو حب يكسر ميزاب الكعبة، أرسل رجلا ليكسره، فالرجل وهو بيكسر الميزاب وقع هو على رأسه فمات، فترك الميزاب. لكنه بالنسبة للحجر ضربه الرجل بمثقل فاقتلع الحجر وأخذه. ولما علم أمير مكة بهذا خرج بجنوده خلفه وتوسل إليه بكل الطرق عشان يرجع الحجر. طبعا في هذا اليوم لم يحج إلى بيت الله الحرام، وظل الحجيج سنين يخافون الذهاب إلى الحج خشية أن يخرج عليهم هذا الخبيث، لأنه كان يقطع الطريق عليهم، وعلموا طبعا الأخبار بتنتقل، فالناس أصبح فيه خوف. لكن في هذا العام لم يحجوا إلى بيت الله الحرام. ولا أعلم في تاريخ الإسلام بل ولا في تاريخ الجاهلية أن البيت منع من الطواف إلا بسبب هؤلاء الخبثاء الشيعة الذين قتلوا الحجيج وأراقوا الدماء في بيت الله الحرام. خرج أمير مكة خلفه ومعه الجنود، وتوسل إليه بكل السبل أنه يرجع يترك الحجر، وحتى لو أنه هم هيمدوه بمال فأبى بأي، فقاتله أمير مكة. وطبعا الثاني يعني كان جبان ومعه يعني عصابة قوية، فقتلوا الأمير وقتلوا كثير من المسلمين وفروا بالحجر، وخلت مكة من الحجر الأسود 22 سنة، يعني لغاية أظن سنة 339 لما مات هذا الخبيث، والله عز وجل قتله شر قتله.
فإنه أصيب بالجدري، وكانت أعضاؤه تتساقط أمام عيني، يعني اشتد به المرض، والجدري يعني اشتد به حتى إن كانت الأصابع تتساقط وأعضاؤه تتساقط أمام عينيه، ثم هلك. وجاء أخوه من بعده سعيد بن الحسن، والناس أهل السنة يعني ذهبوا إليه وطلبوا أن يرجع الحجر، فرجع الحجر الأسود إلى الكعبة بعد هذه المدة الطويلة التي قام بها هؤلاء الخبيث. طبعا هؤلاء يتعاملون مع أهل السنة من عقيدة. فمثلا يقول داود بن فرقد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ ناصب اللي هو الناصبة، يعني اللي هم بيدعوا ان احنا بنكره آل البيت فاحنا من الناصبة، فبيعتبروا الناصبة كل من رضي بولاية أبي بكر وعمر وعثمان بيسموهم ايه؟ فرق النواصب. وطبعا فرق النواصب هي فرقة اصلا تنصب العداء لآل البيت، واحنا أهل السنة لا ننصب عداء لأهل البيت، بل إننا نحب جميع الصحابة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نترضى عن جميع الصحابة، وهذا يدل على سلامة قلوب أهل السنة. ولما واحد يبقى قلبه سليم للكل، هذا خير أم من اللي هو مليء حقد. ولذلك تجد عندهم باب اللعن، يعني الكتب بتاعتهم كده بيصنف كتاب بيعمل باب اسمه باب اللعن. ايه؟ لعنة الله على أبي بكر، لعنة الله على عمر، لعنة الله على عثمان. وعندهم دعاء كده بيدعوه كل يوم الصبح، ويعلموه الأولاد يقولوه في المدرسة: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، اللي هم طبعا صنمي قريش اللي هم أبو بكر وعمر، وابنتهم اللي هي حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. الخبيث اللي اسمه ياسر الحبيب أو اسمه ياسر الخبيث، هذا اللي عمل قبل كده شتم السيدة عائشة وعمل محفل في لندن وقعد يسب فيها السيدة عائشة ويرميها بالزنا، والله يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بين إن اللي يعود لاتهام السيدة عائشة ليس من أهل الإيمان، لأن هذه كانت فرية قالها ابن سلول، وربنا برأها في قرآن يتلى يوم القيامة. وربنا في هذه الآيات وعظ المؤمنين إن حد يتكلم في الموضوع ده تاني: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. لقد هم عادوا ويقولون عائشة دي كانت زانية، وأنها جمعت 40 مثقالا من ذهب بالزنا، وأنها كانت تسرح الجواري لفتيان قريش عشان يزنوا بيها. يعني عقيدتهم فيها الخبث وفيها الحقد وفيها الكراهية. وربنا يقول: والذين جاءوا من بعدهم، بعدما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لكن دول في قلوبهم غل لخير المؤمنين، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا جعل مقياس الإيمان على إيمانهم. فقد قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني من آمن بمثل إيمان الصحابة فقد اهتدوا. فجعل إيمانهم هو مقياس الإيمان. هذا الخبيث لما الرئيس محمد مرسي كان في طهران في الشهر في الأيام اللي فاتت ديت، وترضى عن الصحابة، قال رضي الله عن أبي بكر. طبعا ديت يعني يمكن بتمر علينا احنا كده مرة كرام، لكن عندهم عملت لهم بلبلة وزلزلة وقلوبهم يعني كانت أن يموتون كمدا. فخرج هذا الخبيث وقال: يعني أنت يا محمد يا مرسي يعني جاي تترضى على الصحابة في طهران، يعني أنت بتحسب نفسك بطل وأنت بتحسب نفسك. فهم عندهم البطولة اللعن وليست التردي، عندهم البطولة الحقد وليس الحب. فقال له: على كل حال احنا لعنا الصحابة في القاهرة قبل ما انت تترضى عنهم. ايه يعني الشرف اللي انت عملته؟ يعني هو الراجل ترضى عنهم، وهذا علامة على صفاء النفوس. ايه الشرف انك انت جيت ليه عن الصحابة في القاهرة؟ فبيقولوا على كل حال احنا لعنا الصحابة في القاهرة قبل ما انت تترضى عنهم في طهران. فذكر طبعا الكلب اللي اسمه حسن شحاتة ان هو شتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وشتم أبو بكر وعمر وعثمان وبقية العشر المبشرين بالجنة، وقال: إيه ده 10 إيه؟ الله يلعن عشركم. 10 إيه اللي يخشوا الجنة دول؟ هي زريبة؟ أبو بكر يخش الجنة دي زريبة؟ هي الجنة دي عشان يخش فيها؟ كان يتكلم بهذه اللهجة تنقصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بيتعاملوا
مع أهل السنة على هذه العقيدة. فبيقول عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ تعمل ايه رأيك في ان يقتل الناصب اللي هم أهل السنة يعني وغيرهم؟ فقال حلال الدم ولكن اتقي عليك. يعني لو تعمل تقية، ودي إحدى مبادئهم أن يتعامل معك بالتقية، يظهر لك أنه بيحبك لكن هو بيكرهك، يظهر لك الإيمان لكن يبطل لك الكفر. فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا، لو قدرت توقع عليه حائط أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل. يعني إذا قدرت تعمل كده اعمل. فالخميني بيعلق على هذا الكلام فيقول فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه وابعث إلينا بالخمس. لو قدرت تأخذ أي مال من أهل السنة خذها بأي طريقة وابعث إلينا بالخمس. أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة بقولي والأقوى، بيقول هو الخميني والأقوى الحاق الناصب بأهل الحرب. يعني أهل السنة بيعتبرهم إيه؟ محاربين. إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج الخمس. يعني كل همه أن يطلع الخمس ولو أدى ذلك إلى قتل أهل السنة، لأنه بيعتبر ذلك يعني أنه قدم بهذا الشيء. طبعا الشيعة لما جاءوا في مصر هنا في دولة عبيد الله القداح، وهذه طبعا ظهرت فرقة من فرق الشيعة في المغرب وهم فرقة العبيديين، وسموا نفسهم الفاطميين عشان هي طبعا هي نسبة إلى عبيد الله القداح وليسوا نسبة إلى فاطمة، لكن هم عملوا هذه النسبة يعني من باب ان يهونوا على الناس. يعني احنا من آل البيت واحنا ننتسب إلى السيدة فاطمة الزهراء، والسيدة فاطمة الزهراء بريئة منهم. هؤلاء الناس ظهروا في بلاد المغرب، وطبعا قتلوا من قتلوا هناك من أئمة العلماء هناك، ثم تغلغلوا حتى استولوا على بلاد مصر. لما جاءوا إلى بلاد مصر منعوا العلماء من المساجد الكبيرة، يعني زي مسجد عمرو بن العاص، مسجد الأزهر، علماء أهل السنة طبعا، وأرغموا أهل السنة، ودي كان بسببها مذابح، إنه كانوا بيطلبوا من أهل السنة إن ينزلوا معاهم في الطقوس بتاعتهم. طبعا شوفوا الطقوس بتاعتهم إيه؟ لطم على الخدود وبعدين على الرأس، وبعد كده يجيبوا السلاسل ويقطعوا بها جلودهم، ويعني كلام ليس فيه إنسانية، ولا حتى البهائم لا تفعل هذا. لكن هم حبوا أن أهل السنة يفعلوا ذلك فأبى أهل السنة، فكانوا يعني يقتلونهم ويشردونهم. وبرضك إمعانا في الحرب النفسية كانوا يجيبوا مؤاخذة عزكم الله رؤوس حمير ويعلقوها على الحوانيت، يعني المحلات، ويكتبوا عليها أسماء الإيه؟ الصحابة. يعني مثلا يعلقوا رأس حمار ويكتبوا عليه أبو بكر، يعلقوا رأس حمار ويكتبوا عليه عمر، ويعلقوا هذا الكلام في أمام محلات وحوانيت أهل السنة والجماعة. وقتلوا من العلماء وعلى رأسهم العالم الجليل أبو بكر النابلسي الذي طبعا تصدى لهم وبين عوار مذهبهم، فسلخوه حيا، سلخوه بجلد من جلده حيا. وكان طبعا منهم من أئمتهم أنهم ادعوا الألوهية، منهم الحاكم بأمر الله والمعز الدين الفاطمي. ومعلوم ما قاله الشاعر في المعز الدين الفاطمي، كان يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. كان يقول هذا مدحا في المعز الدين الفاطمي، يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ولذلك الحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه الحادثة قال لعن الله المادح والممدوح، لأن طبعا التاني راضي عن هذا الكلام. يقول وما رأيت كلاما ما رأيت في المدح أفحش، أو ما رأيت في الكلام أفحش من هذا الكلام إلا قول فرعون أنا ربكم الأعلى، فهذا كلام أشبه به. وطبعا الحاكم بأمر الله ادعى الألوهية، وكان يرسل الناس يختبر الناس في ذلك. يعني اللي يقول الحاكم بأمر الله هو ربنا يسيبه، واللي يقول لا يقتله. وهذا الرجل يعني أساء لجميع الناس، حتى الأخته اللي هي في الآخر استطاعت أن هي إيه؟ يعني تتآمر عليه وتقتله وتخلص العباد منه. الفاطميين هم الأكثر الناس نشروا البدع في بلادنا، فخلوا الناس
مسألة بقى الأضرحة والطواف حول دي ما كانتش موجودة قبل كده، وهم الفاطميين اللي عملوا الكلام ده كله. ومسألة المولد وعروسة المولد وحلاوة المولد، بحيث ان الناس تنصرف عن الدين الى امور تافهه. ما كانش، ولذلك انت لو في كثير من البلاد العربيه لما تروح هناك ما تلاقيش الكلام ده موجود عندهم. هذا كلام لا تجده الا في مصر. ويمكن الاحتفالات بدات في بعض البلاد من غير المولد والحلاوه والكلام ده كله، لكن هذه من البدع اللي هو اوجدها الفاطميين في هذه البلاد. طبعا لا ننسى في التاريخ خيانه الشيعة مع الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن البيعة ليزيد، فلما سمع أهل العراق شيعة العراق بذلك يعني قالوا احنا نبايعك، قالوا احنا نبايعك على هذا ويبقى ضد يزيد. فالإمام الحسين يعني كأنه استشعر فيهم خيرا، فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل، قال له روح يعني شوف الأمر وخذ البيعة عني. فذهب مسلم ابن عقيل إلى بلاد العراق، ويعني نزل عند واحد منهم وجاءوا وبايعوه للحسين، بايعوه للحسين يكون هو الإمام. وكانوا يعني اللي دخلوا في البيعة وقتها قبل ما يجي الحسين نحو 4000. فلما سمع يزيد بذلك أرسل إليهم زياد بن عبيد علشان يشوف الموضوع فزياد لما لقى الأمر كذلك أراد أن يمنع مسلم ابن عقيل من هذه البيعة، وأراد أن يحبسه. فلما علم ذلك مسلم بن عقيل فأخذ الناس اللي معاه اللي هم بيعوه وحاصر بيت زياد عشان يمنعهم، لكن الثاني أخذ يخوفهم ويهددهم جوه البيت حتى تركوه جميعا. يعني شوف 4000 واحد مدين بيعة انه ينصروه، ولا واحد وقف معاه. والتاني راح قبض على مسلم ابن عقيل اللي هو ابن عم الحسين، وقال خلاص بقى هقتله، يعني ده جاي هنا ياخد الخلافة مننا فأنا هقتله. فقال له طيب قبل أن تقتلني إذن لي أن أبعث رسالة إلى الحسين. فأرسل إليه رسالة لا تأتي فإن هؤلاء القوم خونة، أو معنى الكلام يعني لا تأتي لهم. فكان الحسين كان خرج، الحسين خرج، وهو خارج الصحابة رضي الله تعالى عنهم خافوا عليه، قالوا لا ما تروحش لأهل العراق دول لما يعني الشيعة اللي كانوا موجودين وقتها ما فيش أمان. فالحسين صمم الخروج، حتى إن عبد الله بن عمر قبله يعني احتضنه وقال استودعك الله من قتيل، قال له أنت مقتول مقتول. والحسين أثناء الطريق وهو ماشي جات له الرسالة بتاعت مسلم بن عقيل إن ارجع، فأراد أن يرجع، لكن طبعا أولاد مسلم بن عقيل قالوا إزاي احنا نروح ونسأر، وحسنوا له الخروج. فخرج، وفي العراق لم يجد أحدا يقف معه إلا 30 راجل اللي هم كانوا معاه، 30 واحد بس اللي وقفوا مع الحسين يقاتل، وقتلوا بين يديه جميعا، وأخذ هو يقاتل لوحده حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. فلم يكن لهم أي دور في نصرة الحسين رحمه الله. في الوقت الحاضر لما قامت الثورة الإيرانية والناس استبشروا بها خيرا، ولكن هي كانت شؤم ودمار على بلاد الإسلام كلها. بعد ما قامت الثورة ابتدوا هم يفكروا في القضاء على أهل السنة. فعندك هنا مثل في كتاب واحد من الشيعة ربنا هداه اسمه حسين الموسوي، نشوف الكلام اللي قايله. طبعا بيقول لك ان الخميني بعد ما رجع بقى واجب على الناس ان يروحوا يعني يهنئوه بعد شهر ونص من دخول الامام طهران. وكان هو طبعا لانه هو ليه علاقه بالخميني قبل ذلك منتدب ان يروح يقابل الخميني ويهنئه، منتدب من بلاد العراق طبعا. ولما ذهب هناك كان ليه مجلس خاص، يعني راجل له مكانه، يعني اللي هو حسين موسوي كان له مكانه.
فقعدوا في مجلس خاص مع الخميني ومع الناس الخبراء فيه. فشوف بقى الكلام اللي اتقال في هذا المجلس. قال لي وفي جلسة خاصة مع الإمام، قال لي سيد حسين: آن الأوان لتنفيذ وصايا الآئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحي نساءهم ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب. يعني دي النية بتاعتهم لأهل السنة، النية بتاعتهم لكل أهل السنة. يعني طبعا هم بيروا أهل السنة دول أنجاس ومحاربين، ويباح دماؤهم ويباح أخذ أموالهم ونحو ذلك، زي ما سمعنا الكلام اللي فات. فبيقول له خلاص احنا دلوقتي بقينا لينا دولة وبقى لينا قوة، وده بقى الوقت اللي جه ان احنا ننفذ كلام الائمه. وطبعا كلام الائمه هنسمع منه كلام برضك اذا كان في وقت، يعني ان احنا هنقتل كل النواصب، يعني نقتل كل اهل السنه وابنائهم كمان. عشان كده لما بيقتلوا ما بيقتلوش اللي بيحاربون بس، زي ما انتم شايفين في سوريا انهم يقتلون النساء والاطفال. هذه عقيده، هذه عقيده عندهم ان هم مش يقتلوا، يعني يعتبروا دول كلهم انجاز، فيقتل الكبير والصغير كله، يعني مفيش عندهم رحمه لاهل السنه. ولن نترك احدا منهم يفلت من عقاب وستكون اموالهم خالصه. كل حاجه عندهم انه في النهايه يحصلوا على الاموال، تكون اموالهم خالصه لشيعه اهل البيت. وسنمحو مكه والمدينه من وجه الارض، لان هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون قربلاء أرض الله المباركة المقدسة. ده طبعا عندهم قربلاء ديت أقدس من مكة والمدينة، وإن في الجنة إن أرض قربلاء تنقل للجنة وتكون هي أفضل بقعة في الجنة. هذا اعتقاد بالنسبة لقربلاء. وتكون قربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام: لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ. دوت لنظرة الشيعة لأهل السنة بعد قيام الثورة، إن هم هيقتلوا الرجال والنساء ويأخذوا الأموال ويهدموا مكة والمدينة ونحو ذلك. ولذلك عملوا ما يسمى بخطة الخمسينية. الخطة الخمسينية ديت ان كل 10 سنين مرحلة، ان هم في خلال ال50 سنة هكذا خططوا ان هم يستولوا على جميع بلاد اهل السنة ويطهروا الارض. قال لهم الخميني وعدهم ان في خلال 50 سنة تطهر الارض من جميع النواصب، يعني يكونوا قتلوا جميع اهل السنة، لكن خيبهم الله سبحانه وتعالى. عملوا ما يسمى بالحرس الثوري. دي البداية، الحرس الثوري. جمعوا بقى كل الشباب اللي عندهم العطلان والبلطجي ومش عارف ايه، وقالوا دول حراس الثورة. وحراس الثورة دول في إيران من حقهم ان هم يدخلوا البيوت يفتشوا في اي وقت، واذا شافوا اي مخالفات، على مخالفات طبعا اللي ضدهم، يعني اي مخالف فيهم من حقهم ان هم يقيموا عليه احكام، وانهم من حقهم ان يعدموه. ولذلك في بلاد إيران كانت النتائج اللي هناك ما يلي: بعد ثورة إيران أغلقوا جميع مدارس أهل السنة، ما فيش أي مدارس أهل السنة هناك. ولو أي واحد، طبعا أهل السنة يعتبر هناك، يعني أنا قريت إحصائيات، بعض الإحصائيات تقول 17 مليون، بعض الإحصائيات تقول 30 مليون، ويقول ال 30 مليون دول هم يعني تقريبا تلت سكان إيران. ومع ذلك لأن طبعا مستضعفين هناك، إغلاق جميع مدارس أهل السنة. ولو أي واحد من أهل السنة عايز يعلم أبنائه يبقى علمهم في مدارس الشيعة، وإلا فممنوع التعليم ويظل في الجهل والحرمان. طبعا أعلن الخميني أنه بعد 50 سنة ستكون بلاده طاهرة من أي سني. مفيش مسجد للسنة في طهران حتى الآن، مفيش مسجد للسنة في طهران. وحاول أهل السنة مرة في طهران أن يصلوا صلاة العيد في الخلاء، فحوطهم الأمن هناك، وطبعا أجبروهم وضربوهم. الأماكن اللي فيها أهل السنة مليئة طبعا من الجواسيس
عشان لو شوف أي تحرك ممنوع اجتماع أهل السنة في أوقات معينة، لأن حصل لهم أي اجتماع يبقى الجواسيس دول يبلغوا عنه. طبعا قتلوا من العلماء، قتلوا الشيخ إحسان إلهي ظهير، عالم إحسان إلهي ظهير، هذا في باكستان. كان هذا الرجل من أكثر العلماء ردا عليهم، وله كتب الشيعة والقرآن، الشيعة وآل البيت، الشيعة السنة، له كتب. فكان حاولوا هم يقابلوه وجلسوا معه وقالوا يعني لا داعي، احنا عايزين التقريب، واحنا دلوقتي وطبعا هذا كله من التقية، فاحنا عايزين دلوقتي ما فيش داعي تتكلم علينا، والمواضيع دي مواضيع قديمة، الكلام بيضحكوا بيه علينا ده كله، ويعني اسحب الكتب بتاعتك من السوق ديت. قال لهم خلاص انا مستعد من دلوقتي مش من بكره هجمع كل الكتب بتاعتي واحرقها، بس بشرط انكم انتوا ما تدرسوش، ما قال لهمش احرقوا الكتب بتاعتكم، ما تدرسوش في الجامعات بتاعتكم الفصول اللي فيها سب للصحابه. يعني انت بتقول تقرب وما تنشرش، انا ما بشتمش، دايما اهل السنه ما عندهمش، احنا كلها دفاع زي حالنا مع النصارى، احنا ما بنقعدش نشتم فيه، لكن هم يقعدوا يشتموا فيه نقعد ندافع، يقول ده الاسلام انتشر بالسيف نقعد نرد، الاسلام مش عارف بتاع الرسول بتاع نسوان نقعد نرد. ما حدش فينا بيقعد يعني بيبدا بالهجوم عليهم، لكن هم دايما هم يبداوا وبعدين في الاخر يقول لك انتوا قلتوا وعدتوا. كذلك هو الشيعة، فهم الرجل عمل الكتب دي بيبين المعتقدات اللي عندهم وهم بيقولوا ايه، وبيجيب المصادر، بس ما فعلش شيء يخالف ما عندهم. هم قالوا شيل، طب شيل، بس انت طالما تقول تقريب يبقى لازم التقريب ده لازم يكون معنى انك انت ما تسبش الصحابه، والا ازاي تسب الصحابه وانت مش عايزني يعني ادافع عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابين منزلتهم. فخلوا هذا الشيخ الفاضل إحسان إلهي ظهير وهو بيدي محاضرة في باكستان، وحطوا قنبلة، والكلام ده كان سنة 1407 هجرية. حطوا قنبلة في القاعة اللي هو فيها فقتل، وقتل معه 50 من علماء السنة. ويقال انهم ارادوا ان يقتلوا الشيخ ابو بكر الجزائري في الحرم، لما حواليه اكثر من 100 واحد تقريبا وحاطوا بيه ورفعوا صوتهم عليه، ولما حس بعض تلاميذ الشيخ ان هم يعني هيبتدوا بقى يقدوا ادابهم ويمدوا ايديهم، فاخ يعني فلسطيني كده ربنا مديله بسطه في الجسم، احتوى الشيخ وايه وشالوا وبعدوا عنه. وطبعا مسألة ان هم يغدروا، اكثر القتل عندهم بيكون داخل المساجد. يعني ابو لؤلؤ المجوسي هم لغايه دلوقتي بيمجدوه، عاملين له ابو لؤلؤ المجوسي طبعا اللي هو قتل سيدنا عمر، لغايه دلوقتي يتردى عنه، بيسموه شجاع الدين. ابو لؤلؤ المجوسي عندهم بيسموه شجاع الدين، وعاملين له مشهد. طولت. بابا شجاع الدين. وكاتبين عليه طبعا ما ترجمته الموت لأبي بكر أو القتل لأبي بكر، القتل باللغة الفارسية، بس هي ترجمته القتل لأبي بكر، القتل لعمر، القتل لعثمان. وطبعا يعني مكان يزار، وبعضهم يدعو، سمعت بعضهم يدعو يقول اللهم احشرني مع أبي لؤلؤة، عايز يحشر معه لأنه بيعتبر ده يعني راجل ايه شهيد. ربنا يشرحها. واحد منهم عمال يقول يا رسول الله انت يا رسول الله تتحمل مسؤولية الأمة يا رسول الله، انت يا رسول الله ما وصلتش للإمام ليه يا رسول الله. ايه ده؟ ودي طريقة يتكلم بها الرسول؟ رسول الله يقول له يا رسول انت تتحمل المسؤولية؟ احنا قاعدين فين كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة، والصحابة شهدوا أنه بلغ وأدى الأمانة وبلغ الرسالة إلى آخره. طبعا في مسألة انه يقتلوا في داخل المساجد دي مسألة سهلة عندهم. هم قتلوا الإمام عبد العزيز آل سعود وهو يصلي، ده طبعا اللي كان وقف بجانب محمد عبد الوهاب في منع البدع والكلام ده كله، لكن هو هذا الرجل واحد منهم راح ما اعرفش اسمه عثمان ايه، ادعى انه كردي وانه من اهل السنه، وقعد عاش العشيه. وطبعا الناس كانت على الفطره كده، مفيش لا حرس ولا بتاع، خلاه بيصلي برضه قتله. ويعني هذا يفعلون. طبعا في سنه برضه 1407 الشيعة في بلاد الحرم بعد الثورة بتاعتهم عملوا مظاهرة كبيرة جدا يجتمعوا فيها كل الشيعة، طبعا بأوامر القيادات،
قيادات الشيعة، وانتوا جايين تحجوا ولا جايين تعملوا مظاهرات؟ وقعدوا ايه؟ رفعوا السكاكين، الموت لامريكا. يعني انت جاي ترفع السكينه في الحرم تقول الموت لامريكا؟ طب ما تروح ترفعها في طهران، ترفعها في قم هناك، انت جاي. فطبعا حصل بقى هرج ومرج وفوضى، وكسروا المحلات وحرقوا السيارات وقتلوا من قوات الامن هناك نحو 70 واحد. والحكومه الناس توسلوا ليهم، طيب يا جماعه وسعوا بس الطريق ده، في نساء احتجزوا في النص، الناس ماشيه في الطريق وقامت المظاهره بتاعتهم. طب بس وسعوا الطريق للناس، العربيات اللي واقفه دي تعدي ابدا. وبعدين في الاخر بقى لما ابتدوا هم يضربوا الشرطه، واضطر الشرطه ان تفرقهم طبعا بالطرق بتاعتهم، ولم يستخدم فيها سلاح من الشرطه. وطبعا مع الفر والكر والكلام ده كله مات في هذا اليوم 402، طبعا منهم من الشيعة ومنهم من أهل السنة ومنهم من قوات الأمن، وأصيب إصابات مختلفة أكثر من 600 واحد. ومع ذلك لم يمتنعوا من إجرامهم داخل الحرم. فالسنة اللي بعديها اكتشفوا أن واحد مهرب، أو بعضهم يعني مهرب كميات من بيسموها TAT اللي هي مادة قوية الانفجار أو شديد الانفجار، TNT شديد الانفجار. وكان سبب الشبهة ان هم بيفتشوا الشنط، وواحد معاه شنطة كده ما فيها يعني جلابية على وعندي شنطة تقيلة، فخدوا الشنطة فتشوا طلعوا الحاجة ما فيش حاجة، الشنطة لسه تقيلة، فاضطر يفك الشنطة من العجل من تحت، فطلع الايه الحاجات اللي هو حياتها ديت، وابتدوا بقى يشددوا التفتيش، فطلعوا اكتر من 50 كيلو رايحين عشان يعملوا. وطبعا حصل ان عملوا متفجرات وغاز الخردل برضه في احد الانفاق، وكل مره يعني يسببوا قتل في المسلمين هناك. وقتلوا من علماء الحديث في طهران الشيخ احمد سيار البلوشي، وهو من اكبر علماء الحديث. وقتلوا المصلح السلفي الشيخ ضياء الدين. دول بقى قضيه القتل بتاعته قطعوه قطعا قطعا، وهنشوف دلوقتي في السجون بتاعتهم من ضمن التعذيب بتاعهم تقطيع الاوصال. يعني ايه؟ يعني مثلا السجين يقطعوا ودانه، وبعد كده مثلا ايه يقطعوا مناخيره، وبعدين يقطعوا شفايفه. دي طريقه من طرق التعذيب بتاعتهم، وفي الاخر طبعا يقتلوه. ففعلوا ذلك مع الشيخ السلفي الشيخ ضياء الدين، فقطعوه إربا إربا. مما فعلوه أيضا بعد الثورة أنه لا يسمح لأهل السنة بالسفر للخارج، ولا يسمح لهم بتولي المناصب، ولا يتمتعون بأي حقوق لا دينية ولا حقوق سياسية. دول اللي هم بيقولوا احنا قمنا بثورة إسلامية ونريد الإسلام وننشر الإسلام، فعملوا ما يسمى بالحرس الثوري. وهم دول زي ما قلنا من حقهم ان هم يفتشوا اي واحد في اي وقت، من حقهم يخشوا البيوت في اي وقت، من حقهم يعاقبوا، من حقهم ادولهم يعني صلاحيات كتير. بعد ذلك طلعوا موضوع تاني وهو تصدير الثورة. في الوقت ده ان اهل السنة ما كانوش فاهمين مين الشيعة دول، وكانت الناس مبسوطة جدا بالثورة الإيرانية، ظنا بقى الدولة الإسلامية، وبنشوف بقى النساء محجبة يعني لبس كامل شرعي، وإن الناس، لكن هم ما كانوش الناس أهل السنة لسه اتعرفوا على الشيعة في هذا العصر يعني وحقيقتهم. فالناس يعني تعاطفت معهم كثيرا، فهم عملوا ما يسمى بتصدير الثورة، وذلك يبعثوا بقى سلاح في بعض البلاد، يعملوا انقلابات في بعض البلاد. طبعا اللي بيحصل في البحرين دلوقتي وبيحصل في الكويت واللي بيحاولوا يعملوا في السعودية، كل هذا من تصدير الثورة، خصوصا بلاد الخليج. معايا هنا بعض التفاصيل بطرق التعذيب اللي عندهم. طبعا في عهد الخميني بلغ عدد الذين تم اغتيالهم بما يسمى بالثورة الإسلامية لغاية سنة 1988 بلغ 50,000. يعني من أول الثورة أظن كانت 79 80 في الحدود ديت لغاية 88 كان عدد اللي اغتيلوا من أهل السنة في إيران 50,000.
وكان عدد السجون اللي موجودة أيام الشاه قبل الخميني 52 سجن. في زمن الخميني بعد ذلك وصلت إلى 700 سجن. يعني هذه تصدير الثورة. طرق بقى التعذيب، طبعا الجلد والحرق دي أمور يعني أسهل حاجة عندهم. نزع الأظافر، سحق العظام، إنه يقولوا عظام إيديه ورجليه، التعليق من الأيدي والأقدام، إنه يسبب له إدمان، يعني يديله حقن الهيروين بحيث يبقى مدمن، يقعد يديله كذا يوم يسبب له إدمان، ثم يمنع عنه هذه الحقن بعد ذلك، فيسبب آلام ويشعر الضحية بالبرد الشديد نتيجة هذه الآلام. شوي الدجاجة، إن هو يعلقه زي الدجاجة كده ويقعد يصلف عليه النار. الحرق حيا، ضربات الكاراتيه على أجزاء مختلفة من الجسم. في طريقة تعذيب يسموها كرة القدم، إن هو كل يقعد يضربوا يسلموه لبعض. الكرباج والإبرة، إن يجي واحد يوم غزه بإبرة فيقوم السجين يقف، والتاني يوم ضرب على طول لغاية ما ينهل ويقع، يوم التاني جاي غزه بالإبرة تاني يقوم يقف والتاني يضرب عليه. هذه طريقة من طرق التعذيب. طبعا الاغتصاب للنساء في الاستجواب والتحقيق ممكن يغتصبوا فيها. وطبعا الخميني اداهم فتوى ان اللي بيحكم عليها بالإعدام وهي بكر لازم تفضي بقراتها قبل ما تعدم، بيعتبر ان لو ماتت وهي بكر كده مخالف لشرع الله. معرفش جاب الكلام ده منين يعني. ووضع الملح في الجروح، تجويع لمدة طويلة، كسر عظام الرقبة، إرغام السجين وهو معصوب العينين على الجري، بس يجري في مكان مثلا فيه عوائق، يعني مثلا مكاتب مرمية، كراسي مكسرة، مش عارف إزاز، يغمضوا عليه يقول له اجري، فهو طبعا كل ما يجري يخبط في حاجة، كل ما يجري يخبط في حاجة، ويقوم ضاربينه، كل ما يقف يضربوه تاني يقعد يتخبط في الحاجات دي كلها. في السونة يوضع في مكعب محكم وبعدين يسلط عليه البخار. تقطيع الأوصال قلناه، انه يقعد يقطع ودنه وبعدين يقطع شفايفه وبعدين يقطع أنفه وهكذا. إرغام السجين على أكل شعره، يحلقوا له شعره، شعر الرأس وشعر اللحية ويخلوه يأكل. الموت البطيء، ان هو يضربه برصاصة في ركبته ويسيبه ينزف، ما يموتوش، يسيبه ينزف، وبعد كده يعني يطلب منه ان يقول بيانات عشان يقتلوا رصاصة الرحمة، يعني انا دي بقى الرصاصة اللي تموتك، فانت قول المعلومات اللي عندك والا هسيبك انت تتعذب. القفص يتحط في قفص 50 في 50، يعني نص متر في نص متر، ويغلق عليه ولا يفتح له الا بس 3 مرات في اليوم لقضاء الحاجة. التعذيب بالماء، يغمسوا راسه في المية، أول ما يحسوا إنه هيتخنق يقوم مطلعينه تاني، وهكذا يفعل به مرات لغاية ما في الآخر يغطسوه. دحرجة السجين عاريا على الزجاج، يعني أرض فيها إزاز يعروه خالص ويقعدوا يدحرجوه على هذا الزجاج. الصلب، إنه يعلق السجين من رجليه في خطاف، وأحيانا يشيل الخطاف ويسيبه يسقط على رأسه. الشوكة دي عبارة عن آلة حادة مدببة، بحيث كل ما يسأله سؤال يقوم ضربه تعمل له خرم في رأسه. سيخ الأنف، يحطوا حاجة في مناخيره بحيث تخلي الزكام يعني ينزل منه المخاط، ويقوم مقطعين مناخيره بحيث يحصل له التهابات في هذه المنطقة. حصل في بعض الأحيان أنه أطلقوا الرصاص على الأعضاء التناسلية للمرأة، وبيقول هنا التقرير معايا حدث ذلك لفتاة في 16 من عمرها في سجن تبريز. قال شاهد عيان شهد ما حدث للفتاة الصغيرة، الناس استمرت تتلوى من الألم وتعض الأرض بأظافرها صابغة إياها بدمها، واستمر ذلك حتى مات، يعني بالرصاص وعزكم الله راح ضربها في عفتها حتى ماتت. الحائط المتحرك، تبقى كتلتين كده كبار
يجيوا على دماغه يخبطوا عليه لغايه ما يحس انه هيموت، بعدين تبتعد، وهكذا. الثقل ياتي عليه. الدفن حيا هذا نوع من التعذيب، يحطوه في ارض ويدفنوه، وهذا حدث ايضا في الحرب الاخيره دي النصيريه، انه في بعض الناس حرقوهم، وفي بعض الناس دفنوهم احياء، حطوهم في حفر ورموا عليهم النار ودفنوهم احياء. الموتوسيكل الكهربائي آلة كده زي الموتوسيكل اللي يتحط فيها، طبعا كل شويه تطلع منه كهرباء، ويفضل يلف بيه 3 ايام مثلا قبل ما يتحقق معاه، لما يدوخوا خالص يعني ويخلوا اعصابه تنهار، وبعد كده يقعد يحقق معاه. يعني هذه بعض الاشياء اللي حدثت منهم في بلاد ايران بعد الثوره. اتكلم بس حاجه بسيطه كده عن النصيريه، لان طبعا طالما الكلام هنا عن نصره اخواننا في سوريا، فطبعا النصيريه معروف انها فرقه من فرق الشيعة الغاليه، وهم طبعا لهم مراسيم واشياء خاصه في حياتهم. بس هنتكلم عن بعض الخيانات اللي قاموا بيها، الجرائم اللي قاموا بيها. منها مغزرة مدينة طرابلس في لبنان على يد الشيعة النصيرية في عام 1985. النظام السوري خشية من صحوة أهل السنة في بلاد الشام، وبالتحديد في مدينة طرابلس، فأمر النصيري السوري حافظ الأسد بتحريك عملائه وأعوانه من الرافضة والنصارى لهدم مدينة طرابلس، فحرك أعوانه في حي بعل محسن النصيري، كما تحركت الأحزاب العميلة كالحزب السوري القومي إلى آخره، والنصارى الأرثوذكس وغيرهم. وبدأ النصيرون في حي بعل محسن بتنفيذ أوامره، فأطلقوا قذائفهم ونيران أسلحتهم المتطورة على هذه الأحياء، يعني مع أن ما فيش بينهم أمطار، واستخدمت تعزيزات عسكرية تتألف من 4000 جندي نصيري أحاط بمدينة طرابلس من كل جانب، وحاصرت الطائرات الحربية النصيرية طريق البحر إلى ميناء طرابلس. وبدأت مدفعية الجيش النصيري بقصف مدينة طرابلس السنية بالتعاون مع الدبابات المرابطة فوقها، والطائرات المرابطة فوقها، وبالتحديد فوق منطقة القورة وتربل والتبان. واستمر القصف الشيعي على أهل السنة العزل على طرابلس قرابة 20 يوم، حتى انصب على المدينة أكثر من 1,000,000 صاروخ وقذيفة، مما أدى إلى تدمير نصف مباني طرابلس، كما تم تدمير معظم الشوارع. وأحاطت النار بمداخل المدينة البرية والبحرية، وانقطعت عن العالم هاتفيا ولاسلكيا. وقد وصف المناصرون في ذلك الوقت مدينة طرابلس بقولهم إن طرابلس أصبحت تبدو في النهار كمدينة أشباح تغطيها أعمدة الدخان إلى آخر ما ذكر. مغزرة أخرى قام بها هذا النظام النصيري في سنة 1976، وهي مغزرة مخيم تل الزعتر من إخواننا الفلسطينيين. فالجيش النصيري السوري بالتعاون مع الميليشيات الصليبية المارونية الحاقدة حاصروا هذا تل الزعتر الفلسطيني الذي كان يحتوي على 17,000 فلسطيني من أهل السنة، ودكت طبعا الدبابات، وقتل نحو 6,000 قتيل من أبناء السنة وغير طبعا الجرحى. مغزرة سجن تدمر في سنة 1980 كان في حركة أو محاولة لقتل حافظ الأسد، لكن فشلت، اغتياله فشل، فهو طبعا اغتاظ وأراد أن ينتقم، فأمر ان مش يروح مثلا يشوف الناس اللي عملوا الحركه، لا، اللي في السجن، انه امر بانه يهدم السجن زي ابن يقطين، نفس الشيء، الامر يهدم هذا السجن، لان فيه كان محبوس فيه من اهل السنه، المحبوس من اهل السنه من العلماء والصالحين، يعني خيار اهل سوريا. فطبعا قامت الطائرات ودمرت هذا السجن، وحتى كاتبين اللواء رقم كام واللواء رقم كام اللي قاموا بهذه العملية. وكان عدد السجناء اللي فيها أظن بتاع 700 واحد تقريبا، يعني ماتوا جميعا بهذه المغزرة. طبعا ما تنسوش بقى مغزرة صبر وشتلة
برضه كان وراء سوريا النصيريين مع أمل الشيعية ومع اليهود، وقتلوا يعني عدد القتلى يتراوح ما بين 3500 ل 5000. وحجتهم دي كانت مخيمات فلسطينية أيضا، إن هم دخلوا على المخيمات بيقولوا إن في هنا 1500 مقاتل فلسطيني، وهو ما كانش فيه ولا مقاتل، لأن المقاتلين كانوا في الجبهة، المقاتلين كانوا خارج المعسكرات، لكن هم حبوا ينتقموا فراحوا للمعسكرات. والمعسكرات ما كانش فيها إلا الشيوخ كبار والنساء والأطفال، فقتلوهم عن بكرة أبيهم. يعني هم اختلفوا في عدد القتلى، لكن الآن طبعا قطعوا كل الاتصالات عن المكان قبل ما يستولوا أو قبل ما يقوموا بالمغزرة بتاعتهم. فالأنباء جاءت مختلفة، لكن هي ما بين 3500 ل 5000 قتيل. مغزرة مدينة حماة السورية دي كانت سنة 1982، ان بعض الناس هناك يعني كان لهم تحركات لطلب الحرية، فطبعا اشتهرت الوضع ده. ايام طبعا كان هنا في مقتل السادات في نفس الاوقات ديت، كان يتحرك بعض الجماعات الاسلامية هناك علشان تقوم بثورة على حافظ الاسد، لكنه يعني دمر المدينة تدميرا ما فيش بعده، يعني أحاطها من كل ناحية. وطبعا مدينة حماة يتمركز فيها أهل السنة، وبالمناسبة هي سوريا أكثر أهلها من أهل السنة، لكن هؤلاء يعني هم استطاعوا أن هم يعني يتوصلوا للحكم بسبب بقى الاستعمار اللي كان موجود، اللي هو دي طريقة الاستعمار، يعني هو استعمر البلاد وبعدين يحط على رأس البلاد الناس اللي هي ممكن تكون موالية ليها ويكونوا أعوانا ليهم في أي وقت من الأوقات. فهم حطوا النصيريين دول من ضمن حافظ الأسد. ومدينة الجولان اتسلمت لليهود وأعلن عن تسليمها، عن انسحابها قبل ما تسلم، يعني هي كانش لسه اتسلمت وأعلن عن تسليمها. وهي يعني واحد من الناس برضك اللي أسلموا بيقول ان ديت حاجة برضك من ضمن العقيدة عندهم، ان يتقابل الأعوران. فكان الأعور الأولاني هو موشى ديان، على أساس أنه يتقابل مع الأعور المخفي بتاعهم، وهيحصل مش عارف إيه، يعني في أسطورة عندهم بحيث أنها تبيح له أن يسلم هذه الجبال لليهود. وسلمت مدينة الجولان، واللي يشوف الجولان يعني يستغرب إزاي أن مدينة زي ديت أو أن جبل زي دوت أنه ممكن يسقط في حرب، لأن لا يمكن حد يقدر يطلع وفي جند فوق، لو في كتائب تحاول تطلع وجند واحد فوق ما يقدروش يعدوه. لكن هي طبعا كانت خيانة بنسلموا هذه المدينة. وبنجد في كل مرة ان هم لا يستنكروا، يعني مثلا في البوسنة والهرسك ما فيش اي استنكار، حصل من سوريا، قصدي من ايران، وهي دولة يعني ليها مكانتها كما يقال، انها استنكرت على المذابح هنا. ليه؟ لان اللي بيقتلوا من اهل السنه. في بلاد افغانستان ده هم بيقولوا ان امريكا ما قدرتش ان هي تضرب طالبان الا بمعونتهم، هم عاونوا الامريكا على انها تضرب طالبان هنا. وفي الشيشان ما كانش لايران اي دور في الجهاد، ولما بعض بلاد في الاحتلال الروسي اعلنت الانفصال واعلنت الحريه، طلعوا هم يقولوا الان بدأ يعني الجهاد بتاعنا. جهاد ضد مين بقى؟ يعني بعد ما هم خلوا الانفصال هم يبدأوا بالجهاد. طب فين جهادكم قبل كده؟ لا، لكن الجهاد بتاعهم هو جهاد ضد اهل السنه. فلا يعرف كما قلت في اول الكلام، لا يعرف في تاريخ الإسلام إن لهؤلاء الناس مكانة في نصرة الدين، ولكن كل ما يعني في نفوسهم غيظا وحقدا على أهل السنة، وإن أهل السنة دول أنجاس، وإن لازم الأرض تطهر منهم، وإذا هم بيحاولوا في كل البلاد يروحوا يقعدوا وكلهم مكانة، ثم يدخلوا بقى بالطريقة الاقتصادية، وبعد كده عن طريق الطرق الصوفية، وبعد كده ممكن يوصلوا بطرق سياسية إلى مراكز، ولهم تعليمات إن هم يكون لهم مراكز ومناصب ويدخلوا في الجيش، عشان بعد كده تأتيهم الأوامر
بالانقلاب على أهل السنة وحصد أهل السنة والانتصار لمذهبهم الباطل. لكن الله عز وجل يخيبهم، وقد دعا عليهم. آخر حاجة نقولها إن الإمام الحسين دعا عليهم، مش عارف أنا كتبتها فين. الإمام الحسين لما حصل هذا الخيانة اللي خانوها، طبعا هو قال أخزاكم الله ما رؤي في الورى مثلكم. وقال الإمام الحسين اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. وقال اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. هذا ملخص الشيعة في دعاء الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، إن دعا عليهم أن يفرقهم الله فرق. والشيعة فرق كثيرة، ليست الاثنى عشرية فقط، يعني الاثنى عشرية والنصيرية والقرامطة والبوهية والفاطمية، وما يعني بعض العلماء عندهم أكثر من 70 فرقة لوحدهم، وكل فرقة تختلف، وكل فساد حصل في البلاد يساوي. يعني مثلا القديانية متولدة من الشيعة، البهائية متولدة من الشيعة، البابية متولدة، في كل الفرق اللي بتدعو لمسألة الغائب والمهدي المنتظر والكلام ده كله، من وراء هذه العقيدة الفاسدة ظهر على الأمة كل هذه الانحرافات وكل هذه الانفصالات. فهو دعا عليهم أن يفرقهم الله فرقا وأن يجعلهم طريق قدنا. قال ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فهم منبوذين أبدا لأنهم دعونا لينصرونا ثم عادوا علينا فقتلونا فإذا شيمتهم الغدر. ولذلك أنت تحذر من الشيعة، وكيف تتعاون مع الشيعي أو تأمن له وهو يرى فيك أنك نجس وأنه لابد أن تتطهر الأرض منك، ثم كمان أنه يعاملك بالتقية. يعني كيف تأمن؟ يعني هو ممكن يقول لك أنا بحبك وهو بيقول لك الله يلعنك، لأنه بيقولها تقية. فيعني هذا يعني شيء يسير من تاريخ الشيعة يبين لنا مدى حنقهم على أهل السنة ومدى جرائمهم عبر التاريخ، وهم يعدون بهذه الجرائم. يعني يقولوا الغائب بتاعهم لما يجي هيهدم الكعبة، وإيه ده؟ يعني الوعد بتاعهم انه هيهدم الكعبة، وانه هيطلع ابو بكر وعمر وحاكمهم، وانه هيجلد السيدة عائشة، وانه هيقتل جميع اهل السنة، وانه يعني الحقد والجرائم متأصلة في نفوسهم، والعداء أصيل عندهم، وهم ينتظرون عداء أكثر من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعني يمكن لأهل السنة، وأن يخذل هذه الفرقة البدعة الضالة، وأن ينصر إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم عونا نصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميتهم، وعليك بأعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بشار وعوانه، اللهم عليك بشار ومن عاونهم، اللهم اخذلهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.